حرة أسألك اللهم بارك. يقول لك الناس البحر ما بقى فيه والو، البحر باقى فيه البركه، الناس اللي ما بقى عندهم والو. السلام عليكم اخوان، صباح الخير عليكم كاملين، سواء كنتي كتشوف هذا الفيديو مع الوحده مع جوج. انا راه في الصباح اليوم ما شاء الله فقنا مبكرين، غاديين عندنا واحد الحصه ديال سبينين ان شاء الله، استهداف اسماك الدرعي، ونتمنى انها تكون موفقه ان شاء الله. جيت عند الصديق ديالي مراد اللي بطبيعه الحال هو صياد زعما عنده واحد التجربه كبيره زعما في مجال سبينين، وان شاء الله نحاولوا اننا نطريسوا معاه ونشوفوا الا جاب لنا الله شي حصيله. ما كرهنا الصراحه، تزعزعنا شي وحش. اخوان هذه هي الماكينه ديالنا شيمانو اف اكس، غادي نلصقوها في المصيبه ان شاء الله، ونطلبوا الله ييسر لنا الا كانت شي حصيله، راه غادي نشاركوها معكم واش عيشوا معنا كاع الاجواء اللي غادي نعيشوها ان شاء الله. نتوما راه عنصر مشارك معنا في هذه الرحله اللي غادي ندوزو ان شاء الله. كنقول العباد ديالنا هذه شويه شحال عندها صح. هاد التصيبه اخوان راه ديال علي اكسبريس. شحال الطول ديالها؟ الطول ديالها 3 متر. لاكسيون ديالها صراحه والله ما عرفت. وكانت هذه هي الانطلاقه ديالي في اتجاه المصيد، واللي كانت بدايه مبشره بالخير. وانا غادي للمصيد شفت واحد الحفره، هو يبان لي واحد الاخطبوط، الحجم ديالو صراحه كان مناسب، وعيطت على واحد الرئيس كيصيد على الروطال، واللي جاب معاه الغانجو وتكلف به الصراحه. ومن الاول بان لي بان البديه غادا مزيان، وكملت انا والصديق ديالي مراد، بقينا شي رياس اخرين تما في المصيد، وكان باين باللي لي كونديسيون ديال البحر ديال الجران والماء زوين بزاف وملائم لتواجد الدرعي. وتوكلت على الله وبديت كنشحط. ولكن الاخوان بما انني مبتدئ كانت كتوغل لي اللور بزاف ديال المرات، والصديق ديالي مراد هو اللي كان مكلف، وفي كل مره كانت كتوغل فهو اللي كان كيضرب معاه تماره باش يعاود يفكها. واش خلي عنده هات ملي كتكون واغله اللور واغله قريبه. حيت الاخوان داك الماتريال كيكون شويه غالي، وما كتبغيش كل مره تغل لك اللور تعاود تقطع عليها، لانه غادي تخسر واحد الخساره كبيره الا بقيتي كل مره تغل لك اللور كتقطعها. وهذا الشيء اللي كان مخلي الصديق ديالي مراد انه يمشي كل مره كتغل لي اللور كيمشي كيتضارب معها وكيفكها. وصراحه ضرب معايا تماره بزاف وما صيدش مزيان على راحته، وهذه تحيه كنوجهها ليه وكنقول ليه غير اسمح لي عذبتك معايا في هذا النهار، ولكن هذا هو حال المبتدئين. وانا كنشحط الصناره وكنعاود نجمعها، واحد اللحظه من اللحظات كنحس بها تقارت في يدي شويه، تما عرفتها واحد السمكه. وما نكذبش عليكم الاخوان، الاحساس ديال ديك اللحظه ما كيتقارنش باي لحظه اخرى، وما يمكنش اصلا نوصفوا لكم. يا رجال ها بشويه هذاك الجانب. سير اخويا الجانب، سير الصحه والراحه. جارح ها، سير شد امشي. خوت اول حصيله الرئيس جلاح، اول حصيله اخوان اول حصيله دريعي اللهم بارك. ها هو ولكن ما عرفتش مالي، واش ما عندي الزهر نصور لكم الحوج ولا مال. ديك اللحظه الاخوان الجو برو ما كانتش كتصور، كانت كتصور غير واحد الثواني قليله وكتحبس، حتى اضطرينا ان نخرجوها على برا ونعاودوا نريقلوها، عاد ولات كتصور طويل. اخوان من قبيله حنا كنشحطوا الصراحه مازال ما قاس علينا والو، غنبقاو نزيدوا واحد جوج تحيطات، الا قاس علينا ما قاس علينا راه البحر بدا كيرجع غادي نخرجوا. ولكن رجاء الله هذيك الحصيله الاولى حصيله اللهم بارك. دابا كنشحطوا هنا على الله، والتكراكره هو هذا متعه واعره هكا. جاني التكراك قريب بزاف من الزيك، ما انا دوزت الزيك مع الدراري مع اسامه ومع خويا هشام،
دوز معاهم الجيك وجاني قريب شويه ليه، واخا هذا كتصيفط كتلونطي ولكن عنده علاقه بيه. نعم ان شاء الله على مولانا راه كيضرب على السيوات بحال ما هذا. ها غلاس الاخوان، هاي غلاس. في هاد اللحظات الاخوان غادي تعاود تشغل ليا مره اخرى، ولكن هاد المره هادي قررت انني غادي نفكها راسي، والصراحه تعدلت معها شويه ولكن فكيتها وبوحدي ما تقطعتش اللور. وهذا كان ابرز الحوايج اللي تعلمتهم في هذا النهار هذا، وبطبيعه الحال الحصيله اللي شديتها الاخوان. الرجال حاج بهاد اللور ديالو، هاد الوين راه غيولي عزيز على الرجال. هاد الوين راه غيولي من الوان المعشوقين هاد الرجال. هاد اللور راه غيولي عزيز عليك الجناح. هذا اول سمكه نضربها به. هاي راه بالصاموله، هاي الصمت صاموله فليو والسيستم ديال رابالا ماشي بي سيستم. وراه تبارك الله راه جاب بي الله الحصيله. اول حصيله جيتها بهاد النار وبهاد القصيبه هاد الجوج ما نفرطش فيهم. هذا غنشدو ونديه نعلقو في الدار، مبقاش يصيد، لو غل غنغل معاه. انا راه داير راباله ديال جايه قريبه داك الوين، كاين الدايوان في داك الوين. راه الجناح يلا نخرجوا داك الشريك كيخرج شي برا يديه لك البحر. يلا تبارك الله اللهم بارك. اخوان ها هو واحد الوحشه، هات جوج ديال الوحوش هذا راه من الكوسطا الاخوان. وشو الخير تبارك الله. كيقول لك الناس البحر ما بقى فيه والو، البحر باقى فيه البركه. الناس اللي ما بقى عندهم والو ما بقاوش كيامنوا بالله. شو تبارك الله هاد الخيرات هادو، شو تبارك الله. هادي راه دار بوعزه، بلاد الخير، دار بوعزه. هذه هي الحصيله ديال اليوم، هذه الحصيله، هذه هي اول حصيله. عرفتي اول حصيله بالنسبه للصياده شنو هي؟ راه ما يمكنش واحد الاحساس، ما يمكنش، خاصك تتجرب. هذه الحصيله الاولى والحمد لله جاب الله فيها واحد دراعي راه حجم بالنسبه لي انا اللهم بارك اللهم بارك. كاول حصيله راه حجم ممتاز. ها هو الاخوان، هذا الاخوان هو الدرعي. هذا الدرعي هذا راه من اغلى انواع الاسماك الاخوان، كيوصل الثمن ديالو حتى ل 600 درهم في لاريستو. والبياع والشرايه زعما الصياده ملي كيبيعوا البياع والشرايه راه كيبيعوا ب 200 250، وغادا الثمن ديالو حتى حيت هذا السمك الاخوان السمك نادر. وهو الاخوان كيتصيد اغلبيه في البلايص اللي كيكون فيهم البحر قاصح شويه، كيكون فيه المواج وهذا راه كيكون كيتصيد. وفيه النوع الاخر اللي كيعيش في الواد راه سميتو البلاك باس، هذا كيسميوه المراكنه، كيسميوه الوايت باس ولا السيلفر باس، والاخر كيتسمى البلاك باس، كيكون بحال فيه شويه الخضوريه من هنايا، ولكن هذا راه اللون عنده سبحان الله ما شاء الله كيبريم ما شاء الله. ها هو بحال الفضه. هانتوما الاخوان اول حصيله بسبينين. دازت حصه واعره مع خويا مراد، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج صراحه، وغلت بزاف ديال المرات وما خليتش مراد يصيد، ما خليتوش يصيد كاع، كيبقى فيما كتبغي ليا كيمشي. ولكن حتى انا حاولت انني نجبدها، وحاولت انني نحاول نتعلم من راسي، فهمتي، نحاول ندير داكشي اللي غيديرو مراد ولا هذا نحاول نديرو انا، وهكا كتعلم. والحمد لله الاخوان، نشوفكم على خير حتى الفيديو جديد ومغامره جديده ان شاء الله.